السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نشوف طبق الشكشوكة كده مع بعض. حاجة كده تحفة. شايفين الشكل والجمال؟ بسم الله ما شاء الله، روعة. طعمه حلو قوي، وكمان سهل وبسيط، ينفع للعشاء ينفع للفطار. حاجة كده حلوة قوي وسهلة وبسيطة. والله الطعم حكاية. المقادير هنا معايا: بصلتين، قرن فلفل حامي، طماطم. دي كل اللي هنستعمله في الشكشوكة. طبعًا لو حابة تحطي فلفل ألوان، فلفل رومي، براحتك انتِ. هنقطّع البصلتين كده زي ما أنتم شايفين. حاجة كده سهلة وسريعة، وطعم حكاية. قطّعيها بالشكل اللي أنتِ حاباه. حابة تزوّدي في البصل، حابة تقلّلي. طبعًا أنا هاعمل 3 بيضات بس، أنتِ لو حابة تكتّري الكمية براحتك أنتِ. بس المقادير اللي أنا عاملاها على قد 3 بيضات. حابة تزوّدي طماطم، تزوّدي فلفل، اللي يريّحِك طبعًا، واللي أنتِ حاباه. قطّعت البصلة كده زي ما أنتم شايفين. طبعًا ده قرن فلفل حامي. مش عايزة تحطّي حامي كمان براحتك. طبعًا علشان ده حامي أنا حاطة يعتبر نُص قرن. هنحط البصل كده مع الفلفل في طبق. علشان هنشوّحهم كده مع بعض. طبق سهل وحلو، وكمان ممكن تعمليه في أي وقت للولاد، يعني بالجبنة كده حاجة تحفة. معايا الطماطم زي ما قُلت لِك، لو حابة تكتّري الكمية، حابة تقلليها، براحتك أنتِ. هنقطّع الطماطم كده مكعبات. بجد لو عملتها في البيت أحلى من المطاعم بكتير. هاكمّل كل الكمية وارجع لِك. قطّعت الطماطم مكعبات كده زي ما أنتم شايفين، وكمان معايا البصل والفلفل. حاطة طاسة على النار هنا فيها زيت، ممكن تحطّي سمنة، سمنة بلدي، اللي أنتِ حاباه. هانزل بالبصلة. هنشوّح البصلة، مش هنخلّي البصلة تغمق، يا دوب تاخد اللون الدهبي الفاتح، علشان يكون طعمها مسكّر كده معاكِ في الطبق. البصلة كده يا دوبها دبلت وبدأت دخلت على اللون الدهبي الفاتح، طبعًا زي ما قُلت لِك أنا عايزاها بالشكل ده. هانزل بالطماطم. أنا كده شوّحت البصلة مع الفلفل. نزلنا بالطماطم.
هنديها تقليبة كده وهنسيبها على نار هادية. طبعا مش بنزود مية ولا بنزود اي حاجة خالص، هي البصلة والطماطم كده بس. معايا هنا 3 بيضات، هناخدهم كده في الطبق. هقلبهم كده كويس. طبعا معايا البصلة والطماطم استووا الاتنين، خدوا من طعم بعض كده واستووا كويس قوي. اهم حاجة تسيبي البصلة تستوي على نار هادية مع الطماطم، لان احنا سيبناها فاتحة في اللون. قلبت البيض كده كويس. الطاسة على النار هنا زي ما قلتلك، البصلة والطماطم استووا، هننزل بالبيض. احنا دلوقتي لسه ما نزلناش بالتوابل، هو الفلفل الاسود والملح، مش عايزة اكتر من كده. هقلبهم كده كويس. هنزل برشة فلفل اسود ورشة ملح بس كده. هنقلبها كده كويس ونهدي النار. هنزل بالجبنة. هنغطي عليها كده ونسيبها على نار هادية. الجبنة بدأت تسيح معايا زي ما انتوا شايفين. بجد طبق تحفة. الجبنة كلها ساحت كده وخدت من طعم البيض وطعم الخضار. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة. بجد طبق حلو وسهل وسريع. اتمنى ان انتوا تجربوه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك علشان بإذن الله يوصل لكم كل فيديوهاتي.